وانت قاعد كده بتقلب في الفيسبوك او الريلز او بتكلم صحابك فجأة النت يقطع، فتروح تدفع فاتورة النت وتشحنه تاني، واخيرا فرحت انه رجع، فتروح تقعد على اللابتوب او الكمبيوتر وتدخل على الفيس وتكتب www.facebook.com وساعتها بتظهر صفحة الفيسبوك لحد عندك. بس لحظة هنا، عمرك سألت نفسك ازاي الصفحة دي ظهرت؟ منين جت؟ وايه الآلية اللي ورا الكواليس اللي بتتم علشان تظهر الصفحة دي؟ اللي بتسأل عليه ده هو بالظبط مفهوم الويب أو ال HTTP request. أول حاجة في البداية خالص عاوزك تفهم إن الحاجة دي بتتم ما بين طرفين مهمين جدا في سايكل مقفولة، وهما الكلاينت والسيرفر، عن طريق الريكوست والريسبونس ما بينهم أو مبدأ الإرسال والاستقبال. ثواني كده، أنت بتتكلم عن request وبتتكلم عن response والserver. هو أنا يا دوب باكتب اسم الموقع أو الdomain في خانة الURL وبس، أنا كده بابعت إيه عشان تقول لي request وresponse؟ ما هو يا صاحبي الdomain أو اسم الموقع اللي حضرتك بتكتبه دوّة اسمه request أو إرسال، لإنك حرفيًا بتبعت طلب للسيرفر من جانب اسمه الclient side، فبيروح الطلب ده يجيب لك الموقع بتاعك من السيرفر. بس الموضوع مش مجرد ريسبونس وريكوست بين الكلاينت والسيرفر، لا 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 لا، الموضوع فيه تفاصيل داخلية هنعرفها دلوقتي. نبدأ بالكلاينت سايد. هو مكون من ايه؟ الكلاينت ده هو انت كمستخدم، او بمعنى اصح المتصفح او البراوزر اللي حضرتك بتستخدمه، وليكن مثلا كروم او فايرفوكس. وظيفته الارسال والاستقبال، عامل بالظبط زي كاشير أو جرسون، بيستقبل منك الطلب بتاعك، يبعته ويجيب لك الطلب لحد عندك، فهو مهمته إرسال واستقبال الطلبات. طيب ده شيء جميل جدا. إزاي بقى المتصفح ده لما أنت تكتب الدومين وتضغط انتر بيبعت الطلب؟ عاملة بالظبط زي أنت هتروح الشغل إزاي؟ هتروح مشي، هتروح مواصلات، هتروح بعجلة، ولا أيا تكن الوسيلة اللي هتوصل بيها. المواصلات بقى بتاعة البراوزر اللي بيبعت بيها الطلب هي ما يعرف بال TCP/IP بروتوكول. إيه هو الTCP/IP بروتوكول ده يا سيدي؟ هو زي بالضبط وسيلة المواصلات بتاعتك لمّا تكون رايح الشغل، يعني بدل ما البيانات تتوه في السكة، لأ، الTCP/IP بيضبط دنيتها علشان توصل صح. هو بس مكون من جزئين مهمين، الTCP هو اختصار لTransmission Control Protocol وهو من اسمه مسؤول عن النقل، والIP دوّة هو اختصارًا لInternet Protocol وهو الIP العام للإنترنت. طيب كده عرفنا المواصلات اللي البيانات هتستقلها في الطريق. فين بقى الأمر بالإرسال؟ وهنا دور ال HTTP بروتوكول، وده هو اختصارًا ل Hypertext Transfer Protocol أو نقل النص التشعبي. ده بيعمل إيه؟ ده المسؤول عن الأمر بالإرسال ولغة التواصل نفسها بين الكلاينت والسيرفر، وهو ده اللي بيحمل للسيرفر الرسالة اللي محطوط فيها الدومين. حلو أوي الكلام لحد هنا. طيب حاليًا هل أنا مستعد للانطلاق بالشكل ده؟ يعني أبدأ أكتب www.facebook.com وخلاص؟ لأ مش ممكن، أنت ممكن تكتبها كده، البراوزر مش هيكتبها كده. ليه؟ لأن الرابط ده مش مكتوب كده بالطريقة دي جوه السيرفر هناك أصلًا في قاعدة السيرفر المستضيف. في السيرفر بيبقى مكتوب ومتمثل بأرقام متسلسلة، فلازم أبعته بصيغة سلسلة من الأرقام تعرف بالIP address. ده اللي هو متمثل بيه هناك، مش بالحروف اللي إحنا بنكتبها دي. مشكلة صح؟ طيب إيه الحل؟ مين هيحوّلها لي والّا مين هيضبّط لي المشكلة دي؟ فهنا بقى ييجي دور واحد جديد يدخل معانا اللعبة وهو الDNS، اختصارًا لdomain name system. تخيّل بقى إن الباشا ده هو المسؤول عن حفظ تسمية الفيسبوك أو أي دومين تاني بالاسم ده، لأ وكمان هو نظام متكامل عامل زي الدفتر مليان بعناوين الIP addresses وكل الأسامي بتاعتها زي الفيسبوك كده. هو المسؤول إنه بعد ما المتصفح بيبعت الطلب يروح له الأول فورًا، فيحوّل الدومين www.facebook.com العادي دوّة لIP address بتاعه اللي هيطابقه في السيرفر هناك، وليكن مثلًا الIP ده 63.245.215.20 مثلًا. طب حد ذكي هيطلع ويقول لي طب ليه يا باشا ما نكتبش الIP ده وخلاص مرة واحدة ونبعت؟ ليه نروح للDNS ونضيّع وقتنا ونضيّع باقة النت معانا؟ رد الطبيعي عليك يا صاحبي هيكون تمام أنا معاك، بس هتعرف تحفظه وتكتبه كل مرة زي ما هو كده من غير غلطة ولا رقم منسي؟ لأ وكمان تحفظ لي بقى الIP بتاع جوجل ويوتيوب وإنستا وكل المواقع اللي بتدخلها.
طلعت صعبة مش كده؟ فعلشان الحوار ده كله الDNS بيحول لنا مرئيًا الIP للشكل الكتابي ده علشان نفهمه إحنا كبشر وسهل علينا تذكره. بكده إحنا قطعنا شوط كبير جدًا ونُص الطريق تقريبًا، عرفنا كل حاجة عن الإرسال بالتفصيل، اتبقى بس الاستقبال، وده اللي بيودينا للسيرفر. السيرفر أو الخادم مبسطًا كده عبارة عن كمبيوتر ضخم ما بيفصلش أبدًا، وبيخزن كل المواقع والصفحات وتطبيقات الويب اللي بنحتاجها. كل اللي بيعمله إنه بيستقبل الرسالة أو الrequest اللي وصلوا مننا وبيطبقه عنده علشان يعرف يبعت صفحة إيه بالضبط. وساعتها بقى بيرد علينا ويرجع يبعت للمتصفح تاني ملفات الصفحة أو الموقع اللي طلبناه. طيب الملفات ديت عاملة إيه؟ صيغتها إيه؟ بتيجي إزاي؟ الملفات اللي بيستقبلها البراوزر أو المتصفح بتبقى عبارة عن ملفات HTML وملفات CSS وملفات JavaScript. أكيد سمعت عنهم في مرات عديدة، ولو مش عارف معناهم أو بيعملوا إيه بالظبط فاستنى الدرس الجاي هلمهم بالتفصيل بإذن الله. حاليا اعتبرهم ملفات الصفحة اللي اتبعتت، ومعاهم كمان ملف كده اسمه الأسيتس اللي بيبقى جواه بقى شوية الصور والموسيقى والفيديوهات والأصوات اللي بتكون موجودة على فيسبوك. وطبعا الملفات ديت توضيحية، بس في حالة فيسبوك بتبقى أنواع وأشكال أكبر من كده بكتير، بس ما علينا يعني. المهم حاليا الرد وصل للمتصفح، قرا الملفات ديت ترجمهم لينا أخيرا في الصفحة اتبعتت لنا عشان يظهر لنا الفيسبوك اللي احنا طلبناه. تحس إن الموضوع كبير صح؟ العجيب بقى إن كل اللي إحنا شرحناه ده بيحصل في ثواني معدودة أثناء الانتظار اللود بتاع الموقع. وطبعًا الكلام ده لو النت عندك سريع يعني لا قدّر الله. المهم بكده تكون الcycle اتقفلت وعرفنا الويب بيشتغل إزاي. تفتكر كده الموضوع سهل والّا صعب؟ شاركنا رأيك في الكومنتات. كان معاكم أخوكم محمود ناجي واستنوني في كل جديد.